هل الإنسان فعلا ليه حق الاختيار؟ ولا هو مجبر على اختياره؟ الإنسان بيتولد بدين ما اختاروش، ووطن ما اختاروش، وعقيدة ما اختارهاش، ومع ذلك يفضل طول عمره بيدافع عنهم بإيمان. وبيعيش البني آدم في طفولته اللي هو ما اختارهاش. بنزرع فيه إنه لما يكبر يبقى شبه حد تاني، وبيكبر وبيتعلم تعليم ما اختارهوش، ولما يشتغل بعد كده ما كانش ليه حق يختار شغلانة بيحبها على قد ما يوافق على شغلانة جابتها له الواسطة. حتى اختيار البني آدم لشريك حياته ما بيبقاش اختيار حر 100%. تقريبا ما بيبقاش عشان بيحب، اختياره ليها لأنه كويس، ابن حلال يعني، وعشان لو سابه في حد تاني هياخده منه، فخسارة يسيبه لأنه لقطة. اختيار قائم على الخوف عشان خايف اللي ما يلاقيش حد زيه، مع إن كان ممكن جدا يلاقي اللي أحسن منه. لحد ما بقى في حياتنا 3: حد حبيناه، وحد حبنا، وحد تالت خالص اتجوزناه. حتى لما يتجوز ما بيختارش الوقت اللي هو عايز يتجوز فيه. حتى اختيارات البني آدم لحاجات اشتراها بكامل حريته ما كانش اختياره قوي. اشتراها عشان هي الفترة محدودة، أو عليها عرض، أو قبل نفاذ الكمية. اشتراها يمكن لما بقى معاه فلوس وخايف تتصرف وتخلص. لا، عايز أسأله، هل إحنا فعلا مخيرين؟ فاكرين في الامتحانات كان في سؤال كده مشهور وعارفينه كلنا، اختار ما بين الأقواس. أنت هتختار فعلا، بس هتختار حاجة من اللي موجودة بين الأقواس. عمرك ما هتبتكر. اتربيت على إنك تختار اللي جوه القوسين. هتبتكر إزاي؟ حتى في حياتنا لما يفتح محل كشري في شارع ويبقى عليه الناس بالضرب ويشتغل كويس قوي، على طول تلاقي على طول في 10 محلات كشري جنبيه. طب غير، طب اعمل تكامل، افتح محل عصير قصب عشان اللي ياكل كشري يطلع يشرب من عندك عصير قصب يهضم. افتح صيدلية عشان بعد العك ده كله تشتري فوارة عشان تهضم. احنا ما عندناش شجاعة اننا نختار من دماغنا من خارج الأقواس، شجاعة اننا نخرج من القوس. كمان من ضمن مهاراتنا في الاختيار، لو بتعرف تجيب اجوان حلوة نختارك رئيس نادي اوتوماتيك. لواء متقاعد يبقى نختارك رئيس اتحاد ملاك عمارة. لو مالكش شغلانة خالص ممكن تشتغل في الإعلام،